السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إزيكم عاملين إيه؟ يا رب تكونوا كلكم بخير، أنا اسمي دعاء من نيويورك عشان اللي بيشوف الفيديو لأول مرة، لأن الفيديو ده مهم جدًا، جدًا، وبانصح كل اللي يشوفه يعمل له شير لعله إن هو يكون سبب في إن ما حدش يتنصب عليه. الفيديو ده عن النصب في أمريكا. النصب موجود في كل مكان بس في أمريكا أكتر شوية بكتير خالص، والفيديو ده مهم للناس اللي جاية بالذات لأن هتتعرض زي ما كلنا اتعرضنا إن ممكن يتضحك عليها. وسائل كتير وهاقول لكم عليها دلوقتي، أو للناس اللي موجودة برضه من زمان لإن ممكن مُخّها يعني إيه، يلعب بيها زي اللي حصل معايا النهارده، عشان كده قررت أعمل الفيديو. حد كلمني في التليفون وقال لي: "أنتِ eligible إن الinsurance بتاع العربية بتاعتِك إنه ينفع إنه يبقى قليل عن ما أنتِ بتدفعي." فطبعًا أنا بادفع insurance كتير أوي، فبالذات لإن إحنا في نيويورك، ونيويورك الinsurance عندنا عالي جدًا. كمّلت معاه الكلام. أنا في الطبيعي بتاعي إن أنا أول ما بيتصلوا بيّا الناس بتوع الscam دول، باقفل السكة في وشّهم، أو لو شاكة هم أول ما بيتصلوا بيقولوا how you doing today، فأول ما باسمع الكلمة دي بابقى عارفة إن هم عارفة منين. أول ما بتفتحوا الخط بيبقى في زي وَش كده في الأول، أو بيبقى في بتعرفوا إن المكالمة زي ما تكون اتحوّلت، مش حد بيكلمك على طول، بيبقى في صوت وَش كده في الأول. فأول ما بيتصلوا باسمع صوت الوَش ده فبابقى عارفة، فلو قال لي how you doing today فبارُد عليه باقول له مش كويسة بالعربي. فلو كمّل المكالمة باعرف إن هو مش فاهم حاجة وإن هو متصل عشان ينصب عليَّ. وساعات كمان اللي بيتصل في الأول بيكون recording line، حد بيكلمك مش بني آدم حقيقي، وبيقول لك لو أنت أوكي إن إحنا نحوّلك على الrepresentative فهنحوّلك، لو قُلت أوكي yes هيحوّلوك. فبتبقى المكالمة باينة من أولها. بس اللي حصل إن اللي كلمني ده قال لي إن الinsurance بتاعِك أنتِ eligible إن تدفعي insurance أقل شوية. دُعا زهير معايا. هم طبعًا بيبقوا عارفين الاسم بالضبط، لإن طبعًا هنا أنتِ أمّا بتعملوا sign in في أي app في أمريكا، أو حاولوا تقدموا على credit في المحلات، كل في ناس بتبيع الdata بتاعتكم وبتبقى موجودة مع كل الناس، فهُم بيبقوا متصلين عارفين المعلومات، ممكن يكونوا عارفين الfirst والlast name، عارفين عنوان البيت، عارفين معلومات كتيرة عنكم يعني. فلمّا اتصل وقال لي أنتِ دُعا طَب أنتِ eligible، فكمّلت معاه الكلام. بعد كده راح جاي بيقول لي أنتِ الinsurance بتاعِك eligible إن أنتِ نعمل لِك أقل $326. فأول ما قال لي $326 فعرفت على طول إن هو كدّاب، وقفلت السكة في وشه. بس قررت إن أنا أطلع أعمل لكم الفيديو عشان خاطر الناس تخلّي بالها. الناس اللي جاية جديد هيقول لك أنت فُزت معانا مثلًا في الlottery وهتاخد فلوس. هيقول لك أنت eligible إن الinsurance بتاعك بتاع العربية لو أنت عندك عربية مثلًا، وبيعرفوا طبعًا عن طريق الDMV والحاجات دي إن عندكم عربيات. أنت eligible إن ننزّل لك في الinsurance. في ناس تانية هتقول لك أنت eligible إن إحنا ننزّل لك في الكهربا. في ناس تانية هتقول لك أنت لو حوّلت لنا، وده حصل معايا أول ما أنا جيت، لو حوّلت لنا مثلًا $20 دلوقتي إحنا لأ، بيقولوا لك أنت كسبت $1000 هنبعتهم لك مثلًا على البنك بتاعك أو على أي حاجة، بس أنت حوّل لنا الأول مثلًا مبلغ، لو ال1000$ $100 المصاريف، فدي بتبقى طريقة نصب إن أنت تحوّل لهم ال$100. دول ناس طيبين شوية والنصب بتاعهم بيبقى قليل شوية. الناس اللي أكتر بقى النصب بتاعهم هم بيقولوا لك إن أنت مثلًا مؤهل في التأمين بتاع العربيات إنك تدفع أقل، فأنت بتوافق. أو بيقولوا لك مثلًا إن في ناس تانية بتتصل بتقول لك إحنا من الضرايب، وأنت دلوقتي عندك مشكلة في الضرايب، وإحنا عرفنا إن أنت ما بتقولش الأرقام الحقيقية في الضرايب. وناس كتيرة بتقع في المشكلة دي عشان ناس كتيرة في أمريكا مش بتقول للIRS الضرايب الحقيقية. وفي واحدة أعرفها كان بقى لها 20 سنة هنا ووقعوا في المشكلة دي، واتاخد من حساب البنك بتاعهم $20,000 والحكومة ما عرفتش ترجعهم لإن هم بينصبوا من برّه أمريكا. الناس دي حتى أمّا بتكلمكم بتلاقوا إن اللغة بتاعتها مختلفة شوية عن الإنجليزي بتاع أمريكا، بيبقى زي هنود يعني أو بنجلاديش أو حاجة زي كده. فبيتصلوا يقولوا إحنا الIRS وأنت مثلًا ضحكت على الضرايب، فإحنا عايزين رقم الحساب البنكي بتاعك دلوقتي حالًا عشان نتشيك عليه الفلوس اللي بتدخل لك وبتطلع لك، يا كده هتتسحب منك الجنسية. أو بيقولوا حاجات كتيرة لإن الIRS ممكن يعملوا أي حاجة مع أي حد حتى لو معاه الجنسية، فبيخشوا من الطريقة دي أو من السكة دي. طب أنا إزاي هيتضحك عليَّ يعني لو أنا اقتنعت بكلامهم أيًا كان الstory هيبتدوا بيها معايا الكلام؟ هيقول لك قُل لي يالّا ادخل معايا قُل لي البيانات اعمل لي confirm، أنا عارف كل حاجة بس أنت قُل لي الfirst إيه، الname إيه، الlast name إيه، عنوانك إيه، رقم تليفونك إيه، إيميلك إيه، قُل لي بقى حساب البنك.
يعني مثلًا لو هنقول إن هم هيعملوا أنتم وافقتوا إن التأمين بتاع العربية بتاعكم ينزل، هيقول لك طب قُل لي حساب البنك عشان تدفع الdeposit عشان تعمل معانا الpolicy دلوقتي مثلًا حالًا أو بتاع، هتقول له حساب البنك. لو قال لك أنا IRS وعايزة تشيك على البنك بتاعك وأعطيته، وبعدين إيه بيقولوا لكم مثلًا اتصلوا بصاحبتي دول ساعة ما قالوا لنا إحنا الIRS، قالوا لها ما تقفليش السكة دلوقتي، خليكِ معانا ما تتصليش على حد، لازم تقولي لنا دلوقتي. بيعملوا لكم جو اللي هو suspension وبيرهبوكوا، بيخلّوكوا فعلًا ما تقفلوش السكة أو ما تتصلوش بحد. هتقولوا لهم حساب البنك، هياخدوا كل اللي موجود في البنك أو هيقولوا لكم حوّلوا مبلغ مالي كذا. فأنتم طَب الحل إيه يا دعاء؟ الحل إن لو حد اتصل بيكم، بس طبعًا بتوع أوبر مثلًا كمان اللي شغالين في أوبر بيقولوا لهم أنتم عندكم مشكلة في الaccount بتاعكم وهنlock الaccount بتاعكم. طبعًا معظم السواقين بيتقفل لهم دلوقتي فبيصدّقوا. فدلوقتي أنت لازم تقول لنا بسرعة حالًا البنك بتاعك عشان خاطر نشوف أنت بتشتغل والّا لأ، وقصة كده كبيرة. هوبا بيدّوا له حساب البنك بتوع أوبر بيسحب كل الفلوس اللي موجودة عليه. طب أنا أعمل إيه لمّا حد يكلمني وأشُك فيه؟ أنت حضرتك الIRS؟ طيب معلش، حتى لو هتعمل لي أي مشكلة أو أي حاجة، أنا هاتصل حالًا دلوقتي بالIRS، ولو فعلًا أنتم الIRS هتردوا عليَّ. لو أنتم شركة الكهربا، لو أنتم شركة insurance، قُل لي أنتم إيه وأنا هاخش على جوجل أجيب الاسم بتاعكم وهاتصل بيكم وهاعمل الpolicy بتاعتكم. سهل جدًا إن أنتم تقولوا لهم كده. لو لقيتوهم قفلوا السكة في وشكم بيعرفوا إن أنتم كان هيتنصب عليكم وإن أنتم عشان شُفتوا الفيديو بتاعي ربنا أكرمكم ما اتنصبوش عليكم. لو كمّلوا معاكم أو لقيتوهم ما خافوش، فبرضه تقفلوا وتجربوا إن أنتم تتصلوا أحسن بالحاجة اللي هي بتتصل بيكم عشان تكونوا واثقين ومتأكدين، أو ما تدّوش حساب البنك بتاعكم أو ما تدّوش السوشيال سيكيورتي بتاعكم. يعني حاجتين ما ينفعش حد يدّيهم هنا في أمريكا لأي حد تمامًا، لإن الناس اللي جاية جديد هتقول لي طب هيعمل إيه بالسوشيال سيكيورتي بتاعي؟ هاقول لك هيعمل إيه بالسوشيال سيكيورتي بتاعك. ممكن لو ما خدش منك حساب البنك وخد منك السوشيال سيكيورتي معاه الاسم بتاعك معاه تاريخ ميلادك، يقدر يفتح كريدت بيهم على العنوان بتاعه، لإن الكريدت كارد بتتفتح أونلاين. أنت مش شرط خالص تروح المكان، ييجي له كريدت كارد عليه. الكريدت كارد ممكن لو أنت الhistory بتاعك كويس فييجي لك ب4، 5000 دولار مثلًا، ده لو أنت لسه جاي جديد في البلد، ياخد ال4، 5000 دولار ويروح يصرفهم. حلّنا قبل ما يعمل investigation. أنت المسؤول، هييجي كل حاجة على الhistory بتاعك وعلى اسمك، وأنت اللي هتبقى مطالب إنك ترجّع الفلوس دي. أتمنى إن الفيديو يكون عجبكم، ولو الفيديو عجبكم اعملوا له share واعملوا لنا follow على الpage بتاعة الفيسبوك اسمها يالّا نسهّل الصعب في أمريكا، وsubscribe على قناة اليوتيوب بنسهّل الصعب في أمريكا، والتيك توك كمان أمريكا بالعربي أو American dream. تنفعكم جدًا للناس اللي عايشة في أمريكا والناس اللي جاية جديد. كلّها حاجات تخُص الحياة في أمريكا، وكلّها حاجات تسهّل عليكم الحياة في أمريكا وتعرّفكم معلومات ممكن تكونوا ما تعرفوهاش. والصيف إن شاء الله إحنا وعدناكم إن هيبقى في فيديوهات جاية كتير هتنفعكم وهتفيدكم. اوعوا تنسوا تعملوا share وsubscribe وlike على كل الحاجات اللي أنا قُلتها.